في بداية المشوار كان يوجد لدينا أول فحص، وهو فحص الذاكرة الأول، وكان مدته 6 ساعات. لم أحفظ في فحص ال6 ساعات إلا وجهين ونصف من سورة يونس بإتقان 95%. بعد التدريب فأصبحت أن أحفظ في 6 ساعات 3 أجزاء بإتقان عالي. فالمهارة البصرية في بداية المشوار لم أقرأ في 10 دقائق إلا 17 وجه، أما الآن فأصبحت بعد التدريب أقرأ قراءة بصرية 250 صفحة في 10 دقائق، وسوف أتدرب إلى أن أوصل إلى المصحف كاملا في 10 دقائق. في البداية كسرت حاجز الساعتين السمعي والبصري، ثم انتقلت إلى حاجز الساعة والنصف سمعيا وبصريا، ثم انتقلت بعدها إلى حاجز الساعة، إلى أن وصلت إلى حاجز ال5 دقائق السمعي وال3 دقائق البصري. ثم بدأت بالحفظ مع الدكتور علي الربيعي، حفظ الأحاديث والأشعار والمتون، وهي بالبداية لم أكن أتوقع أنني سوف أحفظها من 3 مرات، ولكن بعد التدريب فأصبحت أن أحفظها من مرة واحدة. فحفظت كتاب 40 النووية في 60 دقيقة، وحفظت كتاب 70 الحديث في 60 دقيقة، حفظت 150 الحديث في 70 دقيقة، وحفظت كتاب حصن المسلم في 70 دقيقة، حفظت 300 الحديث في 90 دقيقة. ثم انتقلنا بعدها إلى جدول الحفظ الاستدلالي، وكان من أهم الأمور التي استمتعت بها. فحفظت القرآن الكريم كاملا في 9 أيام حفظا استدلاليا.